فيلمنا بيبدأ مع جينيفر مؤلفة الروايات وهي رايحة تستجم وتخيم في الغابة علشان تبدأ تكتب روايتها الجديدة. وبتروح جينيفر للشخص اللي أجرت منه البيت اللي هتقعد فيه في الغابة. وبعد ما بتاخد منه مفتاح البيت بتدخل بنزينة في طريقها علشان تحط بنزين في العربية. وهناك بتلاقي 3 شباب، واحد منهم بيحاول انه يتحرش بيها. تقدر جينيفر انها تصده بطريقتها وبتهزقه وبتضحك عليه الكل. بعدها بتوصل للبيت اللي هتقعد فيه، وبعد ما بترتب حاجتها في البيت بتقعد شوية تكتب في الرواية الجديدة. تاني يوم بتصحى جينيفر من النوم وبتقعد قدام البحيرة في الهدوء تكمل كتابة، وبيكون اليوم جميل وكل شيء ماشي طبيعي. لما بيجي الليل بتكلم جينيفر أختها وبتطمنها عليها وبتقول لها إنها وصلت وكل شيء ماشي كويس. بعدها بتسمع صوت جاي من أوضة موجودة جنب البيت بتاعها في الغابة، ولما بتدخل للأوضة بتلاقيها مليانة حاجات وأدوات غريبة. وتاني يوم بتكون جينيفر بتجري في الغابة وبتقابل بيت شكله مخيف قديم ومهجور. بتدخل جينيفر للبيت وبتلاقي إنه مهجور وفيه آثار أكل قديم. بعدها بترجع لبيتها وبتكون عايزة تستحمى، لكن للأسف بتلاقي المية مقطوعة، فبتتصل بصاحب البيت علشان يبعت لها حد يصلح المية. يسقط التليفون من ايد جينيفر في قعدة الحمام وبتحاول انها تلحقه بسرعة وتنشفه، لكن للأسف بيكون التليفون باظ. بعدها بيوصل الشخص اللي هيصلح المية، يكون واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبتقعد جينيفر تتكلم معاه وبتعرفه ان تليفونها وقع منها في المية وباظ. بيخلص ميسي تصليح المية، بعدها بيسيبها وبيمشي. يرجع الغابة وبيكون موجود هناك ال3 شباب اللي حاولوا يتحرشوا بجينيفر في الغابة، وبنعرف انهم اصحاب ميسي اللي بيعرفهم انه كان عند جينيفر في البيت، وبيحكي لهم بالصدفة قصة تليفونها اللي وقع منها في المية وباظ. بالليل بتكون جينيفر نايمة وبتصحى على صوت خبط على الباب، بس لما بتروح تشوف في ايه ما بتلاقيش حد. اول ما بترجع بتسمع نفس الصوت تاني، بس المرة دي بتفتح الباب وبتلاقي عصفور ميت قدام باب البيت. وبتحاول جينيفر انها تدور وتعرف مين اللي عمل كده، وبترجع تاني للبيت بعد لما بتلاقيش حد موجود. وبتشوف على شاشة الكمبيوتر صورة ال3 شباب، فبتتخض وبتعرف انهم دخلوا البيت. وفجأة بتلاقي ستانلي وراها وبيصورها. بيبدأ يظهر بعد كده جوني وأندي ومعاهم ميسي. تبدأ جينيفر تزعق فيهم وبتطلب منهم انهم يخرجوا من البيت والا هتبلغ الشرطة، لكن جوني بيتريق عليها وبيقول لها انه ممكن يساعدها ويبلغ لها الشرطة. وبيقول لها جوني انه عارف انها بتكذب لانه عارف ان تليفونها باظ. يسألهم جينيفر عن سبب مجيهم عندها، وانهم لو كانوا جايين علشان يسرقوها ممكن ياخدوا اللي هم عايزينه ويمشوا. بيطلبوا منها انها تقعد علشان تشرب معاهم، وبترفض جينيفر. وبيكون لسه ستانلي مشغل الكاميرا وبيصور كل اللي بيحصل. بيبدأوا انهم يضربوها، بيجبروها انها تعمل حاجات غصب عنها، وكمان بيجبروا ميسي انه يعتدي عليها. تقدر جينيفر انها ترش عين اندي بالمخدر اللي معاها وبتجري منهم على الغابة، وبتقابل هناك شرطي اسمه ستوري وبتحكي له حكايتها، وبتقوله ان في مجموعة شباب اقتحموا البيت واعتدوا عليها وعذبوها. بيطمنها الشرطي، بيقول لها انه هيرجع معاها على البيت. بيوصل معاها الشرطي وبيدخل للبيت، بس ما بيلاقيش اي اثر للشباب. وبيلاقي الشرطي سيجارة مخدرات واقعة على الارض كانت بتشربها جينيفر، ولما بيسألها عنها بتكذب عليه وبتقوله انها مش بتاعتها وانها اكيد بتاعت حد منهم. بيقول لها الشرطي ان السيجارة عليها اثار روج، يعني اللي كانت بتشربها واحدة ست. وبيقول لها الشرطي انها جات لي هنا ومعاها مجموعة مشروبات وحاجات كتير ممنوعة، وبيطلب منها الشرطي انها تدي وشها للحيط علشان يفتشها. وفي الوقت ده بيبدأ انه يتحرش بيها، وفجأة بتبدأ تظهر مجموعة الشباب مرة تانية، وبتعرف جينيفر للشرطي معاهم. يبدأوا انهم يعذبوا فيها من تاني، وبيخلوا ميسي يعتدي عليها مرة تانية. تقدر جينيفر انها تهرب منهم للغابة وبتوصل عند النهر، بس للأسف بيقدروا انهم يحصلوها وبيقبضوا عليها، وبيعتدوا عليها كلهم تاني وبيضربوها وبيعذبوها. وبيكون ستانلي لسه بيصور كل اللي بيحصل. بعد ما بيخلصوا بتمشي جينيفر لحد الجسر وبترمي نفسها من فوقه في النهر، وأول ما بتظهر علشان تتنفس بيضربها الشرطي بالنار، لكن المرة دي بتغطس وما بتظهرش تاني. وبيكون الباقي قلقانين إن جثتها تظهر في مكان وحد يشوفها، وبيقول لهم ستوري إن النهر ما بيصبش غير في مكان واحد، هيروحوا يشوفوها هناك. ينجحوا إنهم يوصلوا لمصب النهر، بس ما بيقدروش إنهم يعثروا على جثة جينيفر. بيتفق معاهم ستوري إنهم هيفضلوا يدوروا عليها كل يوم ومش هيوقفوا بحث غير لما يلاقوها، وإن أكيد جثتها هتظهر خلال أيام. بيطلب من أندي وجوني إنهم يرجعوا ويحرقوا كل متعلقاتها اللي في البيت، وكمان ياخدوا عربيتها ويفككوها لحد آخر مسمار فيها وما يخلوش ليها أي معالم. بياخد الكاميرا من إيد ستانلي وبيخرج منها الشريط اللي صوره لجينيفر وبيكسره، وبيقول له إن ده دليل إدانة عليهم، إن لو حد لقاه هيروحوا كلهم في داهية. يرجع الشرطي لبيته، واللي بيظهر فيه مراته وهي حامل ومعاها بنته، وبتسأله مراته عن سبب تأخيره. يكذب عليها ستوري بيقول لها إنه كان في حادثة في الطريق.
وفي اليوم التاني بيروح ستوري لتوني صاحب البيت وبيرجع له المفاتيح وبيقول له ان جينيفر خافت تقعد لوحدها ورجعت تاني على المدينة. تمر ايام كتير وبيعدي اكتر من شهر على اختفاء جينيفر من غير ما تظهر، وبيكون الكل راجع يمارس حياته العادية وبيظهر عليهم انهم نسيوا كل اللي حصل. وبيتصل توني بستوري وبيقول له ان في واحدة اتصلت بيه وبتسأل على جينيفر وانها مختفية ومش لاقيينها، وبيقول له انه قال لها انه اخر واحد يتعامل معاها، وبيقول له ستوري انه هيتصل بيها. وتاني يوم بيجي ستانلي لجوني واندي وبيقول لهم ان الكاميرا بتاعته اختفت، وبيتريقوا عليه وبيضحكوا، وبيعرفهم ستانلي ان الكاميرا اتسرقت بالشريط اللي فيها. يتصدموا لما بيعرفهم ستانلي ان الشريط اللي اتسرق مع الكاميرا هو اللي متسجل عليه اغتصابهم لجينيفر، وان الشريط اللي حرقه وكسره ستوري كان شريط فاضي، وما قالش لحد ان الشريط كان معاه. وبيتعصب عليه جوني وبيقوم يمسك فيه وبيضربه. وبالليل بيكون جوني قاعد في بيته وبيسمع صوت خبط عند الباب، يخرج علشان يشوف فيه ايه وبيلاقي عصفور ميت قدام الباب، فبيشوطه برجله، وبتكون دي نفس الحركة اللي عملها مع جينيفر لما اقتحم بيتها. ولما بيدخل تاني للبيت بيسمع نفس الصوت. لما بيخرج بيلاقي تاني نفس العصفور الميت قدام الباب، فبياخد المسدس وبيخرج يشوف مين موجود حوالين البيت. بيشوف الرباط اللي دايما بيمسكه ميسي في ايده واقع على الارض، وبيفهم ان ميسي هو اللي بيعمل فيه كده. وفي نفس الوقت ده بيكون ستوري راجع للبيت وبتديله مراته شريط كاميرا وبتقول له انه من ستانلي. وبيروح ستوري على باقي الشباب وبيضرب ستانلي لانه بيكون فاكر ان هو اللي بعت الشريط، وبيقول له جوني ان ميسي هو اللي بيعمل فيهم كده. وبيحكي له على اللي حصل له امبارح بالليل، وبيقول له انه لقى الرباط بتاعه قدام البيت، وبيطلب منهم ستوري انهم يدوروا على ميسي، وبيعرف ان ده شريط حادثة جينيفر وان اللي اتحرق كان شريط فاضي. تاني يوم بيخرج توني مع ستوري للسيت، وبيستغل ستوري الفرصة وبيقتل توني لانه الشاهد الوحيد على انه اخر واحد شاف جينيفر قبل ما تختفي. بعدها بنشوف ميسي وهو جوه بيت جينيفر وبيدور عليها، وبيلاقيها موجودة وقاعدة جوه البيت، وبيقول لها ميسي انه كان عارف انها عايشة، وبيحاول ميسي انه يعتذر لجينيفر وبيقول لها ان اللي حصل ما كانش قصده وانه كان غصب عنه، بس جينيفر بتشده من رقبته بحبل وبتشنقه. بعدها بنشوف اندي وستانلي وهما بيدوروا على ميسي في الغابة، وبيسمعوا صوت موسيقى جاي من آلة العزف بتاعت اندي، وبيفتكروا ان ميسي هو اللي بيعزف على الآلة. وبيدخل اندي على البيت المهجور علشان يدور على حد فيه، وفي نفس الوقت ده بيكون ستانلي في الغابة وبيشوف جينيفر وبيروح عليها، لكنه بيقع في فخ في الطريق وبتكون نصبهوله جينيفر، فبينادي على اندي علشان يلحقه. بتضربه جينيفر اول ما بيوصل عند ستانلي وبيغمى عليه، ولما بيفوق بيلاقي نفسه مربوط في حوض ميه والميه بتتملى جواه، وبيكون ستانلي مربوط في شجره وجينيفر بتصوره. بتشبك جفونه بسناره وبتربطهم حوالين الشجره، وبترجع بعدها لاندي وبتفضل تضرب فيه وبتعذبه وبتغرقه في الميه، وبترمي حمض كيميائي في الحوض وبتحرق وش اندي. وفي نفس الوقت ده بتكون غربان اتجمعت على ستانلي وبياكلوا عينيه، بيكون اندي وشه اتحرق ومات هو كمان. وبتروح جينيفر وبتضرب جوني وبتخطفه، واللي بيفوق بيلاقي نفسه مربوط في البيت المهجور وبتقتله جينيفر. بعدها بتتصل بستوري مراته وبتقول له ان مدرسة بنته الجديدة وصلت وهتاخدها للمدرسة، بس بتكلمه جينيفر وبتعرفه انها هي وهتاخد بنته. وبيروح ستوري علشان يدور عليهم، وبتقدر جينيفر انها تخطفه. لما بيفوق بيكون مربوط بخيط متوصل بمسدس في ايد ميسي واللي بيكون مماتش ومغمى عليه. بتقول له جينيفر ان مجرد ما ميسي يفوق هيموتوا هما الاتنين، وفعلا بيفوق ميسي وبتخرج الرصاصة من المسدس وبيموتوا هما الاتنين. وبكده بتكون جينيفر قدرت انها تنتقم منهم وتقتلهم كلهم. ولحد هنا بيخلص فيلمنا. ما تنساش تنزل تشترك في القناة، ونشوفكم الملخص الجاي.